هاد الشاب معتقل سابق في سجون الأسد، والسبب هو أنه قلد الصوت ديال بشار الأسد. تخيلوا معايا القمع والظلم والحقرة اللي كانوا عايشين فيها الشعب السوري بسبب النظام المجرم. هاد الشاب كان جالس هو وصحابه، بما ان صوته كيشبه الصوت ديال بشار الاسد، فصحابه طلبوا منه انه يصوروا له فيديو وهو كيقلد فيه الصوت ديال بشار الاسد وينزلوه على اليوتيوب. قال لهم واخا، ولكن بشرط نغطي وجهي، مع انه كان خارج سوريا، كان في مصر ومع ذلك خاف على راسه. صحابو صوبوا له واحد القناع وحطوه على وجهه وداروا واحد المقطع وحطوه في اليوتيوب اللي تنتشر بسرعه. من بعد دازت ايام وسنين على هذاك الفيديو، وفاش دخل سوريا شدوه بحال الا كان داير شي جريمه، مع ان هادشي اللي دار شي حاجه عاديه واي واحد يمكن له يقلد واحد اخر بطريقه عفويه من باب الترفيه فقط. ولكن نظام الاسد كان عنده راي واحد اخر، لانهم بالنسبه لهم اي واحد هدر على بشار بنص كلمه كيرميوه في المعتقلات. والحمد لله دابا ارتاحوا منه. نخليكم تسمعوا القصه من عند هاد الشاب بالتفاصيل.